في درس مهم جدا اللي صح هذا الدرس مشهد اللعيبه المغاربه وهم بيحتضنوا امهاتهم داخل الملعب ويحتفلوا معهم بالفوز. المشهد ده يستحق ان نتوقف عنده كثيرا لان وراه عشرات القصص والدروس. شوف بدء الامه دي تعرضت لكميه جرائم وتجريف غير طبيعيه والمواطنين داخل الامه العربيه دي من ساعه زوال الاستعمار سامع ضحكه رقيعه من ساعه زوال الاستعمار الشكلي والناس اللي في مصر واللي في السودان واللي في ليبيا واللي في المغرب واللي في الجزائر وفي تونس في كل حته في تلك اوطان اصابتهم مشاكل كتيره جدا من كميه الألاعيب اللي اتعملت عليهم لاخضاعهم ولتقديس الاشخاص العاديين وكميه جرائم والخوف والرعب والدولة البوليسية والتهديد المشهد ده مشهد كومون يعني منتشر في كل أنحاء الأمة. فعندنا تحليل إن الأخذ بيد هذه الأمة هيأتي من أبنائها في الخارج اللي هم تحرروا ولو قليلا ان شاء الله يكون كثيرا من تلك الاشياء السلبيه التي زرعت داخل الام. اجيال اللي بره، الاجيال اللي بره بعكس ما ناس كثيره بتفكر في تقديرنا. الاجيال اللي بره بعكس ما ناس كثيره بتفكر في تقديرنا المتواضع جدا انه اللي هياخذ بيد هذه الأمة هي أبنائها وأبناء أبنائها اللي موجودين بره. فاهم؟ ده تقديرنا المتواضع لتلك الأمة. الحكاية هنا ليه بقول لك هذا المشهد مشهد استثنائي يجب أن نتوقف قدامه كثيرا. مشهد هنا مش بس في احتضان الأم واعتراف بفضلها، وده شيء رائع جدا وكبير جدا عند الله عز وجل لو تعلمون. هذا الحب الجارف والتقدير. انت اصلا اي مغربي لما بيكلمك وهو بيدعي لك اي حاجه تاني دعوه ما كانتش الاولى يقول لك الله يرحم والديك، حيين او ميتين، الله يرحم والديك. ده شيء من الاشياء الرائعه اصلا في الثقافه المغاربيه. لكن هنا من الدروس بقى مشهد حضور الامهات ده مشهد ملهم جدا. لان مثلا عندك في مصر لما تيجي الاحتفالات تلاقي الفنانين اللي بيتصدروا المشهد، العسكر على طول يوم مصدر الفنانين. مفيش اي انتصار ولا احتفال لقيت فيه الاهالي، دايما يجيبوا الفنانين العظام الكبار استغفر الله العظيم كده هم اللي بيتصدروا كل الحاجات. يطلع العرض من دول، يطلع المجرم من دول، ياخد معاه شلة الفنانين، يحصل احتفال. يعني لو مصر في هذا المشهد يا جماعة ومتأهلة، يعني استبدلنا مثلا مصر بالمغرب وكانت في هذا المشهد مثلا كنت هتلاقي الاحتفالات دي فيها مين؟ لام شاهين ويسرى وتيتو وميتو. هو ده المشهد. فاهم؟ والحكايه ليست في تلك اللقطه تحت دي لقطات كده في عناوين رئيسيه بس مهمه. الصوره دي استثنائيه بشكل كبير. مع كل فوز للمغرب طيله المشوار الامهات والاباء هم ابرز الحضور والمحتفلين. وده مشهد مهم وفضيله، مش هقول لك فضيله غائبه لكن فضيله يجب التاكيد عليها في كل وقت. اللي هو هذه الجنة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هذه الجنة تحت أقدام هؤلاء. دي فضيلة مهمة جدا التأكيد عليها. لكن برضو ده يبقى مش
الدرس الكبير، الدرس الكبير اللي فيما لعبه هؤلاء الأمهات والآباء من دور في احتفاظ هؤلاء اللاعبين بفطرة نقية وحب لأرضهم ولدينهم ولمجتمعهم رغم البعد. هذا الدور الكبير اللي لعبه هؤلاء الآباء والأمهات في مسيرة هؤلاء اللاعبين اللي ممكن كنت تلاقيهم في سكة مختلفة تماما، سواء بالشعور بالوطن، ازاي تخلي جيل تاني وجيل تالت اتربى وعاش وترعرع ورضع وراح الابتدائي والاعدادي وكل مشواره بعيد عن البلاد، ازاي تفضل زارع فيه حب البلد، ازاي تفضل زارع فيه الخير، ازاي تفضل تقدر تحميه وترويه بفضل ربنا عشان يبقى تظل فطرته نقية. لك ان تتخيل ان اغلب منتخب المغرب اكثر من 14 لاعب ابناء لمهاجرين هاجروا وعاشوا في دول اخرى لسنوات طويلة جدا. اكثر من 14 لاعب اتولدوا في دول تانية رفضوا يمثلوا بلادها وتمسكوا بتمثيل المغرب، بل انهم لعبوا ضد منتخبات بيحملوا جنسيتها وولدوا فيها واصروا على التمسك بالهوية سواء الدينية او العربية، واصروا ان تبقى اول حاجة يفتكروها هي قضية الامة الاولى مثلا زي فلسطين واعلامها اللي حاضرة معاهم في كل مكان. الناس دي يا جماعة عاشت في بيئات مختلفة تماما. مين اللي خلى هذه الفطرة وشربهم ورضعهم حب الدين والوطن بعد فضل الله عز وجل؟ الآباء والأمهات اللي انتوا شايفينهم في هذه الصور الاستثنائية. الحكاية دي ليست بالشيء السهل ولا الهين. ابن يتولد ويتربى في دولة أوروبية ويستطيع أبوه وأمه بفضل الله إنه يفضلوا زارعين فيه حب بلده وحب أهله وحب دينه وقضاياه بهذه الطريقة، ده شيء ليس أبدا بالأمر الهين. الحقيقة اللي عملوها هؤلاء الآباء والأمهات يستحق الفخر والتقدير بلا أي مبالغة. هذه الحكاية عنوانها رئيس لكن ضمنها حكايات استثنائية لهؤلاء الآباء والأمهات. وقلت لحضرتك من أبرز الحاجات اللي نجح فيها مدير الفني المنتخب المغرب هو المزج الرائع جدا اللي بين اللي بره واللي جوه. اللي بره ده فيهم ناس ما بتعرفش تتكلم عربي، ما بتقدرش تتكلم عربي، لكنه مع ذلك ظل قلبه ينبض بحب بلده وارضه وناسه والفطره. بقول لك ما فيش المشاهد دي في اوروبا، ما فيش حد بيتفاعل مع حد. كسبت يا عم كسبت، خسرت انت مالنا. النهارده اصغر قريه ونجعه بتحتفل بالمغرب كأن الانتصار هو انتصار موريتاني او جزائري او ليبي او مصري او سوداني او صومالي. هو ده اللي بيحصل. هؤلاء الاباء والامهات لعبوا ادوار ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم. عندك مثلا الحارس ياسين بونو، ده حارس ربنا يبارك فيه ويكمل مشواره على خير واللي ليه دور كبير في تلك الانتصارات. ياسين بونو ده الذي بفضل الله الابتسامة لا تفارق شفتيه اتولد في كندا. عيلته هجرت لكندا وولد هناك. كندا بقى بعيد يعني، بس هو بيصحى الناس نايمين، هو بينام الناس صاحيين. بعيدة، هجرة حقيقية يعني. كندا يعني بعيدة جدا جدا عن الوطن ودفء الوطن وكل حاجة. عاش واتولد واتربى هناك. رفض انه يمثل منتخب كندا. بيتكلم ياسين بونو ده 4 لغات، انجليزي وفرنساوي واسباني زائد العربي. حارس اشبيليه، لعب كتير جدا في الدوري الاسباني. الا انه في المؤتمرات ياسين بونو يصر بمنتهى الفخر انه ما يتكلمش غير عربي. مش اول مره. اخر مؤتمر ليه في الدوحه قال للصحفيين الاجانب مش مشكلتي انكم جايين تكلموني وما جبتوش مترجمين للعربيه. اصر انه يتكلم بالعربيه، وهذا لم يكن مشهدا استثنائيا لبونو الرائع.
congratulations for man of the match and also the victory, reaching the semi-finals of the world. Can you please give your expressions about the game today? هو صراحة يعني صعب الجو، كلمات مش نوصفها انت اللحظة هذه. ده ما كانش موقف استثنائي البونو، ما بيعملش لقطة يعني. دايما بيجاوب على اساس الصحفيين انجليزي او اي لغة بالعربية. كان ليه موقف شهير جدا من سنة، كان تمسك بالحديث باللغة العربية وقال نفس جمله: ما عندكوش مترجم عربي، دي مشكلتكم مش مشكلتي. هدف نص سوا باش يعني يزيد في حجم عمري. Ça c'est eux, ils doivent avoir, c'est pas nous ça. Ça c'est eux, ils doivent avoir, c'est pas nous ça. كنت هتلاقيه بيبتسم لو مش حاطط كمامة كورونا. الكلام ده من سنة. بقول لك الحكاية آخر حاجة فيها كرة القدم، آخر حاجة فيها كرة القدم. كمية الدروس لو نتفكر ونتدبر كبيرة جدا. ده بونو ولد في كندا، محترف في الدوري الأسباني، متمسك باللغة والهوية في مشهد استثنائي. أبناء الجيل الثاني من المهاجرين، يعني ده مش ابوه، ده واحد اتولد فاهم اب وام، وده عارف دور امه وابوه ايه. بفضل الله ان يفضل الولد ده يبقوا حريصين انه يتحدث بالعربيه. مش كل الناس بتعمل كده، في ناس للاسف فقدت لغتها وفقدت هويتها. ده موجود. عارف قد ايه مجهود كبير انت انك تفضل ابنك اللي اتولد في هذا كندا لا انجليزي لا فرنساوي، مقسومه باللغتين كندا دي، انك تقدر يفضل محافظ على ثقافته وهويته وانتمائه، وتبقى الثوابت عنده واضحه وما تتغيرش. هذا ليس بالشيء الهين.